وبتبدأ الحلقة مع الرقيب هوشينا وهو في المكتبة وبيراجع تقرير عن كايجو رقم 8، وبيفتكر قتاله معاه وهو بيقول في سره الكايجو ده غريب عامل زي البشر بشكل مش طبيعي. وبيفتكر كمان كايجو رقم 9 اللي بيتنكر في شكل إنسان، وبيسأل نفسه إيه اللي بيحصل مع الكايجو. ونروح لكافكا اللي واقف فوق السطح وبيفتكر كلامه مع الرقيب لما قال له سوف أبذل أقصى ما في وسعي، وبيقول كمان في سره مش هخيب ظنه. وبعدين بيقول كفاية كده هروح أنام. وهو رايح ينام بيشوف هجوم ناري رهيب نازل من السماء وكأنها بتمطر نيازك، والكل في القاعدة بيصحى على الهجوم ده وبيكتشف انه في هجوم كبير على القاعدة، والكايجو اللي بيهجموا قوتهم فوق الستة، يعني أقوياء بشكل خرافي. والرقيب هوشنا بيكلم الجنود وبيقول لهم النقيب مينا مش موجودة فأنا هتولى القيادة، وبيأمرهم يتحركوا للمعركة. وفي سره بيفكر معقول الهجوم ده متخطط عشان القاعدة. وبنرجع لكافكا اللي لسه فوق السطح ولسه مصدوم من الهجوم، وبيشوف كايجو مجنح وبيقول في حاجة مش مظبوطة في الهجوم ده. وبيكلم الرقيب هوشنا وبيقول له الكايجو المجنح ده نادر جدا وعادة بيهجم لوحده. فالرقيب بيرد فهمتك، يعني في كايجو قوته مهولة خلاهم يتخلوا عن كبريائهم ويتعاونوا. وبيظهر زعيم الكايجو بيكلم الرقيب وبيقول له انت اقوى انسان في القاعدة؟ فالرقيب بيستغرب انه بيتكلم وبيقول له النقيب مش هنا، فايوه انا اقوى واحد حاليا. فالكايجو بيقول له تمام، انت فرستي. وبيتبلغ الرقيب ان قوة الكايجو 8.3، يعني خطير جدا. وفجأة الكايجو بيهجم بس الرقيب بيتفادى الضربة، فالكايجو بيهجم تاني والرقيب بيهرب. فالكايجو بيقول حان وقت ابادتك. وبيطلق صياح قوي بينبه كل الكايجو في المكان، وبيبدأ يهجم على الرقيب زي النيزك. والرقيب بيتصدى بضربات سريعة وبيقول في سره جلده أصلب من كايجو رقم 8. وفي نفس الوقت الجنود بيضربوا نار على كايجو المجنح بس مفيش فايدة. فكافكا بيقول لهم النوع ده جلده سميك من قدام بس من أعلى عند الأجنحة رقيق عشان الطيران، هاجموا من أعلى. فالجنود بيبدأوا ينظموا الهجوم، واحد يشتت والتاني يهجم من أعلى، لكن للأسف في كايجو تاني بيحمي ظهر زميله، والكل بيعاني من نفس المشكلة. وهنا كوكرو بتقول في حل تاني، وفجأة بنشوفها بتجري بسرعة خيالية وبتهجم على الكايجو من قدام. وبعدها بنرجع في ذاكرة كوكرو وهي بتسأل الرقيب والنقيب مش المفروض أكون نقيب عشان أحصل على سلاح مخصص؟ فبيقولوا ليها صح، بس انت تالت أقوى ضابط في القاعدة فقررنا نديكي تالت أقوى سلاح في الفرقة الثالثة. والكايجو بيستعد يضرب كوكرو بهجوم ناري بس هي بتقفز لأعلى وبتستخدم أول وضع في السلاح وهو التسارع اللي بيخليها تنزل زي البرق. وكايجو تاني بيهجم عليها فبتستخدم الوضع التاني واللي هو التصادم، والكل مصدوم من قوتها. وفي كايجو تالت بيهجم من السماء بس رينو بيستخدم طلقات تجميد، ولما الكايجو بيسقط على الأرض بيكمل عليه بطلقات تجميد تانية. فكوكرو بتستخدم الوضع التالت وهو الهلال، وبتقول لرينو أحسنت لنقاتل سويا لو تقدر تواكبني. وباقي الجنود كمان بيتحمسوا وبيبدأوا يقاتلوا زي كوكرو ورينو زي حرب العصابات ثنائي. وبنرجع للرقيب هوشنا اللي بيقول يبدو ان كوكرو عاملة شغلها على أكمل وجه بس المشكلة في اللي قدامي. وبيستمر في قتاله مع زعيم الكايجو وبيلاحظ ان الكايجو مستمتع بالقتال، وده شعور المفروض الكايجو ما يحسوش بيه. فالكايجو بيقول له حتى معظم الكايجو مش بيقدروا يقتلوني زيك، انا مش قادر استنى اكلك لاصبح اقوى. وبيضرب الرقيب ضربة قوية بس الرقيب بيقطع يده. فالكايجو بيكمل كلامه يبدو انك قوي جدا. فالرقيب بيطلق كل قوة البدلة اللي بتوصل ل 92% وبيقول حان وقت إبادة الكايجو. وفي نفس الوقت بنت بتتعرض لهجوم من الكايجو، فكافكا بيحول رجله لرجل كايجو وبيجري بسرعة عشان ينقذها. فالبنت بتستغرب من قوته، وفي وسط كلامهم الكايجو بيستعد يهجم عليهم بس كوكرو بتنقذهم في آخر لحظة وبتقول لهم اخرجوا الجرحى من هنا. ورينو بيقول لكافكا بلاش تعرض نفسك للخطر، انت دلوقتي ضابط كامل الأهلية، خليك مؤمن بينا. وبيكملوا هجومهم على الكايجو، وكوكرو ورينو مع بعض جامدين جدا. وبنسمع ان باقي كتايب الفرقة الثالثة اللي كانوا خارج الخدمة رجعوا للقتال، وكافكا بيقول مش بس كوكرو ورينو جامدين، الفرقة كلها جامدة، دي فرقتي التي افتخر بها، الفرقة الثالثة. والرقيب هوشنا بيقول للكايجو انت اخترت الناس الغلط، احنا هنكسب المعركة دي. والمعركة بتهدى لحظة وبعدها بيبدأ هجوم سريع بين الرقيب والكايجو، والرقيب بيقطع الكايجو. فالكايجو بيقول انت بتستهدف الفدوات الصغيرة في هيكل الخارجي، مش ممتع، بس عشان عارف هجومك هصده. بس الرقيب بيستخدم هجوم قاطع وبيقطع الكايجو زي السكينة في الحلاوة. فالكايجو بيقول هجومك الأول كان إلهاء، وهو ده القتال الحقيقي، أنا مستمتع، معركة وجه لوجه ضد خصم قوته زي قوتك. بس الرقيب بيقطعه وبتظهر نواة الكايجو. فالرقيب بيهاجم هجوم سريع جدا، فالكل بيفتكر انه خلص على الزعيم،
ولكن كافكا بيحس بشعور سيء رغم انه مش متحول، يعني احنا لسه في خطر. وفجأة جسم الكايو بيبدأ يتضخم، فالرقيب بيقول غير مكان نواته عشان كده ما قدرتش ادمره، وحجم الكايو بيبقى عملاق وبيطلق بخار حار، وقوته بتزيد من 8.3 ل 9 كاملة، وبيبقى زي العملاق وبيطلق صياح قوي جدا. وبكده بتخلص الحلقة، اشوفكم في فيديو قادم، سلام. اهلا بكم يا ابطال. حلقة النهاردة مولعة حرفيا وعنوانها كشف السر، وكل اللي اقدر اقوله ان الحلقة دي هتغير كل حاجة. المهم بتبدأ الحلقة والكل مصدوم من زعيم الكايو، والرقيب مش هيقدر يتعامل مع حاجة بالحجم ده لوحده، وكافكا قلقان جدا على الرقيب وبيجري ناحيته، والرقيب بيقاتل الكايو العملاق بس مش بيعمل غير جروح سطحية، والكايو بيقول له سرعتك مش هتنفعك. والرقيب بيقول انه بيكره الكايو العملاق لان سلاحه مش بيقطع للاخر. وفجأة بيتراجع لان البدلة وصلت لحدها الاقصى ولازم يوقفها والا حياته هتكون في خطر، وفاضل له دقيقة واحدة بالكتير. وبيبدأ الكايو المجنح يفجروا نفسهم على الرقيب، والرقيب بيحاول يهجم من خلف الكايو بس الكايو بيخرج عيون من كل حتة وبيهجم عليه، والبدلة بتبلغه انه وصل لحد الاقصى وخرج من وضع القوة القصوى، وانه لازم يذهب للعلاج فورا. والكل قلقان عليه بس هو بيقول ما تقلقوش انا لسه عايش لان رفعت تروسي لاقصى حد، عشان كده لسه عايش. وبيبدأ يتحرك بس بالعافية لانه تخطى حدود قوته، وبيقول انه لازم يكمل القتال بس هجومه ضعيف. والكايو بيقول له فهمت، مش هتقدر تهزمني بالسلاح ده. والكايو بيفضلوا يفجروا نفسهم، والرقيب بيفتكر ذكرياته زمان لما الكل كان بيقول له استسلم، بس الوحيدة اللي طلبت مساعدته هي النقيب مينا لأنها بتقدر على الكايو العملاق وهو بيقدر على الصغيرين، يعني بيكملوا بعض. وبيقول إن ثابته مسؤول عن القاعدة وهيحميها بحياته، وبيكمل هجوم قوي متواصل على الكايو بس الكايو بيمسكه في النهاية، فكافكا شايفه بيموت قدام عينه وبيقول مفيش خيار تاني، وبيبدأ يتحول. فرينو بيقول له بلاش تتهور. وفجأة بنسمع صوت النقيب مينا وهي بتقول أحسنتم يا شباب، والكل مصدوم، والرقيب بيقول كسبنا المعركة. وقذيفة بتيجي تنقذ الرقيب وبيكمل كلام مهمتي إن أسلم الشعلة ليها، وبتطلق قذيفة تانية بس الكايو بيهاجم عليها فهي بتتحرك، والرقيب بيطلق قوة من البدلة تصل إلى 63% عشان يساعدها بس هجومه سطحي لأن الكايو بيتجدد. وبنلاقي كوكورو بتهجم بس القشرة قوية فبيقرروا يتعاونوا، الرقيب بيكسر القشرة وكوكورو بتدمر اللي تحتها بس هي كمان بتصل لحدها الأقصى، والنقيب مينا بتكمل بالقذايف والجنود كلهم بيحموها وبيضربوا على زعيم الكايو عشان ما يجددش نفسه. حتى الرقيب بيكمل هجومه والفرقة كلها بتقاتل بضراوة عشان تساعد النقيب. وفي آخر لحظة قبل ما الكايو ياكل الرقيب مينا بتقول أنا فخورة إني جعلتك نائبي، وبتوصل قوة البدلة بتاعتها ل 96%. والرقيب بيقول للكايو اخترت الناس الخطأ لتعبث معهم، وهوب مينا بتطلق قذيفة قوية جدا بتدمر نواة الكايو وبتفصل راسه عن جسمه. وجنود الفرقة الثالثة كلهم فرحانين لأنهم قضوا على الزعيم، وبنلاقي الرقيب وكوكورو بيعطوا تحية للنقيب مينا، وكافكا بيعيط من اللي شايفه وبيقول دي قوات الدفاع اللي كنت بحلم انضم ليهم منذ صغري، كلهم رائعين، نفسي أكون جنبهم يوما ما. ورينو بيتريق على شكله البائس وبيقول له يلا نجتهد احنا كمان. والرقيب بيقول هتعامل مع باقي الكايو، فمينا بتضربه وبتقول له لا انت ارتاح، وكمان هي المفروض ترتاح لان فاضل 1% من قوة البدلة بتاعتها لان الطلقات القوية بتستهلك طاقة عالية جدا. وبعدها بيلاحظوا كرة عملاقة في السماء، قنبلة من الكايو قوتها زي القنبلة النووية، وزعيم الكايو بيقول لهم يبدو اننا تعادلنا في المعركة دي. وفجأة كافكا بيجري ناحية القنبلة والكل مصدوم منه، والرقيب بيحاول يوقفه بس بيلاحظ انه سريع وبيقول ازاي هو سريع كده وهو قوته 1%، مستحيل. وهوب كافكا بيقفز وهو متحول، والكل بينصدم من اللي شايفينه، والحماس مولع يا صاحبي. وبيتبلغوا ان قوة الكايو اللي ظهر 9.8 وانه كايو رقم 8. فالرقيب بيقول كنت حاسس ان في حاجة غلط بس متوقعتش لاني لقيت نفسي بأعجب بيه. فكافكا بيعتذر للرقيب وبيعتذر لكوكورو لانها كانت حافظة سره، وبيعتذر كمان لرينو لانه وعده ما يخاطرش بحياته، وبيقول في سره مينا بس رينو بيقاطعه وبيقول انت عندك فكرة انت بتعمل ايه، بس كافكا بيصرخ وبيستخرج قوته الكاملة وبيقول
الكل خطر بحياته في المعركة دي، مش معقول أكون الوحيد اللي خايف على نفسي، أنا كمان ضابط في الفرقة الثالثة. وبيدفع القنبلة بكل قوته وبيقول حان دوري، وبيسقط بعدها على الأرض، ومينا بتصرخ انبطحوا كلكم وفعلوا تروسكم لأقصى حد. والقنبلة بتنفجر وقوتها كبيرة جدا، لأن رغم المسافة بتدمر أسوار القاعدة بسهولة، والكل منبطح وكافكا بيحمي الجنود اللي وراه. ولما تأثير القنبلة بيخلص كافكا بيقول عملتها بس مش قادر أصلب طولي من التعب، أنا كبرت على الحركات المثيرة دي. ومينا بتقول له ابن كافكا، لا قصدي كايجو رقم 8، أنت رهن الاعتقال. وبتخلص الحلقة، والحلقتين الجايين كايجو رقم 8 هيقاتل قائد قوات الدفاع اللي بيمتلك قوة تدميرية مهولة لكايجو رقم 2. المهم أشوفكم فيديو قادم، سلام.